تسمية الكنائس بأسماء العذراء والسمائيين والقديسين. لا شك أن الكنائس هي بيوت الله، ومع هذا فقد اعتاد المسيحيون منذ القرون الأولى أن يقيموا الكنائس ويسموها بأسماء الملائكة والقديسين، وذلك من أجل تكريم هؤلاء القديسين، فالسيد المسيح نفسه أوصى بذلك. تذكر هؤلاء القديسين وجهادهم وحياتهم ووضعهم كنماذج أمام المؤمنين. تمييز الكنائس عن بعضها كما وضعت الأسماء للناس لتمييزهم. قانونية تسمية الكنائس بأسماء القديسين. لقد سمى الله نفسه مرات عديدة بأسماء قديسيه، إذ قال: إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. خروج 3 آية 6 وخروج 4 آية 5. أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. متى 22 آية 32. والأنبياء أيضا سموا الله بأسماء قديسيه. قال إيليا في صلاته: أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل. ملوك الأول 18:36. قال داود النبي: ينصرك اسم إله يعقوب. مزمور 19. وللحديث بقية في هذا الجزء، نستكمل في الفيديو القادم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو عشان يوصل لكل أصدقائك اللي حابين يعرفوا معلومة كنسية مفيدة. سلام.